النصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد للجبلين. طلعها برا الملعب. هجمة ودرويش ناحية الجول ويلعبها في الجول. في الهدف الهدف الأول للنصر في الدقيقة 33 من درويش سعيد، يحط الكرة عن يسار حارس مرمى الجبلين أحمد سعد الخريصي ويسجل الهدف الأول. للجبلين برضه هجمة للجبلين، يروح محمد سعد يسيبها لتوفيق يلعبها ناحية الجول، والله جول! هدف مو معقول، هدف غلطة توفيق المجرم. كانت الكرة رايحة لسالم مروان، الله بذكاء لعبها. خلينا نشوف مين اللاعب اللي لعب الكرة في ناحية المرمى. يا سلام عليك بذكاء وبعقل، الظاهر خالد السيف يحقق هدف التعادل للجبلين في الدقيقة 42 من خطأ شنيع من توفيق المجرم. الكرة كان ممكن يشيلها سالم مروان بكل بساطة، لكن توفيق المجرم بدل ما يخلي الكرة تروح لسالم مروان راح لاعبها برا وراح شايلها خالد السيف، وسالم مروان كان طالع وببساطة حطها وتتلعب نهاية الجول. هدف ثاني، يا سلام من خالد الدكان، يا سلام خالد الدكان يحقق الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 42. ما في وقت بين الهدفين. يا سلام يا خالد الدكان، نشوفها مرة ثانية. شايفين خالد الدكان استلم كرة مرتدة له من خارج منطقة الجزاء ويصلح نفسه وقوية يضربها في المرمى لتعانق شبكة الجبلين معلنة الهدف الثاني للنصر. دافع النصر يقطعها تروح لعبد الله عبد ربه يصلحها الماجد داخل يحطها جول. هدف جميل للنصر، هدف ثالث. كرة قدوهات بين ماجد عبد الله وعبد الله عبد ربه، ينفرد ماجد عبد الله بالمرمى ويحط الكرة بكل سهولة في المرمى. شايفين إعادة مرة ثانية، تصليحة من عبد الله عبد ربه لماجد اللي يصلح نفسه ويدخل منطقة الجزاء وبيلعبها بكل بساطة عن يمين حارس مرمى الجبلين لتعانق الشباك، معلنة الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة حتى الآن 3 النصر 1 الجبلين. بعد الملعب وهدف جول. هدف يسجله كرة لعبت لفيصل دغيلب، يجري فيصل دغيلب ويلعبها بالعرض على راس منصور عبدون وبتسجل الهدف الأول. بيلعبها خطأ حارس المرمى وبتوصل لخالد الماجد يصلحها وبالكعب وبيشوط وبتصطدم وجول. هدف
بيسجل الشباب التعادل عن طريق خالد المعجل، ونايف مرزوق تابعوا كورة اصطدمت بحارس المرمى واصطدمت بالمدافعين، وقلنا ان دائما هجوم الشباب هي صدمت بحارس المرمى زهير وارتدت، ولم يستسلم لاعب الشباب لهذا الارتداد وفضلوا مع الكورة حتى سجل هدف للتعادل في الدقيقة 15. وكل واحد بيعتبر مباراته وبيجري على الكورة، وما بنشوف الوقت اللي بيضيعوه اللعيبه بالتعمد مع استخدام القانون. فيصل دغيلي بيعدي يلعبها على عبد الرحمن، عبد الرحمن بيعدي بيسجل وبيسجل جول، هدف بيسجل عبد الرحمن داود، هدف في فريق الوحدة في الدقيقة 32 من المباراة. كورة حلوة لعب له هي البركاتي، جري عبد الرحمن والفرع من الحريق. وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين لا شيء لضمك. من جيزان. وانتهت المباراة بفوز الاتفاق ب3 أهداف مقابل هدف واحد للتهامي. هذا وقد حضر هذه المباراة صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير. القدير براسه، عبد الهادي وسعد بريك براسه، وفي خطأ. حكم بيصفر بيقول انه في خطأ لصالح الاتحاد في المربع رقم 7. في المربع رقم 7 خطأ لصالح الاتحاد. كمال ظافر او احمد بايزيد هو اللي بينفذ. احمد بايزيد بيلعبها احمد طويلة. هدف حلو، جول حلو، هدف حلو بالمقص يا ريت نشوفها بالبطيء. شايفين؟ شوفوا جمال فرحان كيف حطها بالمقص، شوفوا جمال، شايفين جمال كيف بالمقص وبيحطها محرزا الهدف المسبق في الدقيقة. بفوز النصر بهدف واحد مقابل لا شيء للأنصار.
بعد تمديد المباراة لشوط إضافي. غانم يلعبها بشماله. منصور بشير، يا سلام، هدف حلو وجميل. كرة يلعبها خالد الغانم برجل الشمال على الطاير، تضرب في مدافع الرياض وتروح لمنصور بشير اللي يحط له باطن قدمه ويحطها في المرمى ويسجل الهدف الاول للهلال في الدقيقة 44. شايفين إعادة الكرة، شايفين على الشيبي يروح لخالد الغانم، خالد الغانم بشماله يلعبها منصور بباطن قدمه يحطها في المرمى، معلنا الهدف الاول للهلال. رياض وكان من المحاضرين الكابتن ميمي درويش، مساعد المدرب لاعب سابق في الاسماعيلي المصري. وفي ضربة جزاء لصالح الرياض، طول احتسابها ضربة جزاء لصالح الرياض، وانا شايف ناصر الدوسري هو اللي حينفذ الضربة الجزائية او ضربة الجزاء، وناصر الدوسري هو هداف الرياض واللاعب اللي حصل على المركز الثاني او هداف الدور المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية في الهدافين. ناصر يلعب الكرة وهدف للرياض في الدقيقة 19 من الشوط الثاني، يسجل ناصر الدوسري لتصبح النتيجة التعادل 1 للرياض 1 للهلال، واللوحة بتقول هدف وذا ناصر الدوسري طالع على الشاشة. وهذه إعادة لضربة الجزاء. شايفين ناصر يلعب الكرة في الزاوية على يمين إبراهيم العبود، يجري على منصور الرحمة، يدخل منصور في ضربة جزاء بنالتي، ضربة جزاء لصالح الهلال. عادل عبد الرحيم يحط الكرة في الهدف ويسجل الهلال الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الثالث الإضافي، لتصبح النتيجة الآن 2 الهلال 1 الرياض. والساعة بتقول هدف. هذه إعادة للكرة اللي سجل منها عادل عبد الرحيم.